في السكه وتعدي وتروح وتصل لاقدام مدافعي النمسا وتغير اتجاهها وتروح فين يا جماعه؟ في المكان الجميل في التسعين في المقص الشمال. الهدف الاول والفرحه الاولى لشباب مصر لنجوم الغد باذن الله. اصبحت المقدمه حمراء. كنت لسه بقولها من 4 دقايق، كنت بقول ان منتهي مع الكره تصويبه جول جوه جول. الهدف الثاني لشباب مصر لنجوم مصر منتخب مصر للشباب، والتصويبه القويه التصويبه الجامده بقدم محمد ابراهيم جت في ايد الحارس سامويل رادينجر وتهز الشباك عشان المنتخب المصري للشباب يسجل الهدف الثاني وهدف التعزيز في مرمى المنتخب النمساوي. 2 مصر 2 شباب مصر لا شيء المنتخب النمساوي. والهدف الثاني بقدم محمد ابراهيم في الدقيقة 59 حتى محمد صلاح والهجمة مع الكورة. عندنا صلاح اللمسة جميلة المهارة وجماعية يا مش ممكن. جول 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 عالمي جول عالمي هنا في الملاعب العالمية، هنا في مونديال كأس العالم للشباب. سجل يا تاريخ، دون يا تاريخ، هدف عالمي هنا في مونديال كأس العالم في كولومبيا 2011، والهدف بأقدام مصرية، الهدف بأقدام لاعبين مصريين متألقين. محمد صلاح والعرضية والجملة والمهارة والفكرة العالية والمهارة الغير عادية. يحيى نني محمد النني واللمسة وتوصل وتروح لقدم مين؟ محمد ابراهيم عشان يسجل الثلاثية النهاردة في مرمى منتخب النمسا. 3 منتخب مصر لا شيء منتخب النمسا. مرمى كان حارس مرمى برضه كان كبير جدا، الاثنين حراس كبار والاثنين بيقودوه سواء مع المصري او مع منتخب مصر للشباب. دور كبير ودور فعال لحسن نصر وسفر الصغير مع الحارس الصاعد الواعد المتألق المبدع احمد الشناوي اللي هو باذن الله هيكون خليفة السد العالي في حراسة مرمى منتخب مصر الاول.